ما تيجوا اما اوريكم يومي اللي كان في 3 محافظات كان ماشي ازاي. صحيت من النوم العشاء عشان كان نومي ملخبط جدا، وصليت المغرب والعشاء مع بعض للاسف عشان كنت نايم قبل المغرب، وبعدين اتغديت عشان ما كنتش كلت قبل ما انام وكنت راجع تعبان جدا. بعدين عملت قهوه عشان اذاكر بقى جامد قوي عشان كان عندي امتحان. بس قبل ما ابدا مذاكره قعدت قريت شويه قران. اخلص النهارده ان شاء الله الجزء ال 13. بقالي حوالي بالظبط 27 يوم ما فوتش ولا يوم، بقرا كل يوم نص جزء. فان شاء الله نختم يعني قريب ونعمل فيديو للموضوع ده. نبدا بقى مذاكره بقى على نظافه بقى قوي، استعنا على الشاب بالله، وقمت في النص اديتها واحده قهوه كمان عشان كنت اتعميت اصلا. نصيحه من شخص جايلك من المستقبل: ما تزنقش نفسك الزنقه دي، يعني بلاش تزنق نفسك الزنقه دي. بذاكر قبل كده بشويه يعني. وهنا كنت بدات اصدع خلاص وجبت اخري، وجعت فقمت كلت تاني وعملت تونه. ايه ده؟ ايه عملت تونه دي؟ والصراحه البطاطس المقليه حلاوه في عيني، يلا بقى مش مشكله. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ بعدين قمت لبست وصليت الفجر وروقت السرير بتاعي عشان انا امور جدا جدا، ونزلت البي دي اف اللي هبصمجه لامتحان التربيه العسكريه، وبصمجته بالفعل في طريق المنصوره عما وصلت. حاجه مهمه جدا لما بتثبت مواعيد نوم، اللي هو انا هنام الساعه كذا وهصحى الساعه كذا، اليوم انتاجيته بتزيد جدا. اللي هو انت بتبقى اصلا صاحي مركز، انت عارف انت هتعمل ايه وهتعمل ايه الساعه كام. انا اصلا مواعيد نومي بايظه بقالها فتره يعني عشان موضوع سرقه البيج ده. وكمان بعد كده النهارده بقى عندي امتحانين، امتحان تربيه عسكريه وامتحان في الكورس على 10 مذكرات. فالنوم كان بايظ جدا، فما كنتش مركز، ما كنتش فايق. فيفضل يعني ان احنا نصحى الفجر فيما قبل الفجر بحاجه بسيطه، عشان الوقت ده هو احسن وقت اصلا البني ادم بيبقى مركز فيه. جاهزين بالسلاح جايين. ودول تقريبا كانوا مفكرين نفسهم في الجيش بجد ولا ايه، مش عارف الصراحه الشهره عايزه مننا ايه. خلصت الامتحان الساعه 2 وجعت الصراحه فاكلت ده، وصليت بعدها الظهر وشحنت الموبايل وشحنت نفسي عشان ابقى بسقط انا كمان. مجرد ما عمك الحاج ده بيلمس الطاقه، انا عايزك تسمع صوت الطقطقه اللي هتيجي دلوقتي. وما لحقتش امتحن الصراحه عشان لسه على القطر بالظبط ربع ساعه. حاطط القطر. بسم الله، السلام عليكم. بس الطريق كان سالك الحمد لله، وصلت قبل ميعاد القطر بدقيقتين بالظبط، حاجه كده اللي هو يعني يا دوب قطعت التذكره ووصلت على الرصيف القطر جه. فركبت وقعدت اقرا شويه، وتقريبا الكتاب ده ثقب اسود، انا مش عارف اطلع منه بجد، انا بقرا فيه من زمان جدا. بعدين سمعت بودكاست وعي وده حاجه كده يعني جامده جدا، بس نمت الصراحه وانا بسمعه اصلا عما وصلت. واخيرا وصلنا للاجواء الاوروبيه الاسكندرانيه الجامده. عندنا في المحل بقى في قراص طين في الشارع والله. ونزلت عشان ادور على كتاب انجليش اسمه 101 essay that will change the way you think، بس ما لقيتوش الصراحه. ووصلت البيت اخيرا الحمد لله. وده بقى اكل جدتي اللي ما اكلتش ومش هاكل زيه تقريبا خالص في حياتي. وطلعت لايف بعدها مع احمد الحداد نتكلم عن المشاكل بتاعه اختراقات الحسابات. اهو شوف، في حد بقى بيقول لك ازاي اقفل حساب حد. بس اللايف باظ الصراحه ودخلت نمت. بس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك، واشوفكم تاني قريب. يلا سلام.